السلام عليكم، أنا سمر ودي قناتي. لو أول مرة تشوف القناة يشرفني جدا الاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. النهاردة بأمر الله هنعمل مع بعض الزبدة الصفراء مع كده بطريقة سهلة جدا وبسيطة. عايزة أقولك إن كيلو الزبدة النيوزيلندي 170 جنيه، قالب الفرن ب70 جنيه أو ب60 جنيه. يعني لما نعملها في البيت هنوفر على نفسنا كتير. طبعا بنستخدمها في الطبيخ أو بنستخدمها في الحلويات، بنستخدمها في كل الحالات، يعني في المطبخ مفيش لا غنى عن الزبدة. أول حاجة هاتي شفشق الخلاط وانزلي بكوباية من الحليب، والحليب يكون إيه؟ يعني بخيره. يعني إيه بخيره؟ يعني بالقشطة بتاعته. نزلت على كوباية الحليب بكوباية من الزيت، ونزلت بربع معلقة من الملح، وما تكتريش الملح علشان لو هتعملي حلويات ما تبقاش حادقة معاكي. ونزلت بمعلقتين من الخل، ونزلت بنص عصير ليمونة. ودلوقتي نزلت بكوباية من الزبدة. انا اللي نزلت بيها دلوقتي الزبدة الفرن الصفراء. عندك نيوزيلندي ضيفي مفيش اي مشاكل. النكهة اللي هتحطيها هي اللي هتاخديها في الاخر، زي الزبادي بالظبط. لو بتضيفي الزبادي البلدي بتطلع النتيجة زبادي بلدي والطعم زبادي بلدي. لو بتضيفي النيوزيلندي بتضيفي الزبادي اللي هي المعلبة بتطلع معلبة. هابتدي ان انا اضربها كويس جدا في الخلاط، وزي ما احنا شايفين النتيجة عسل، طلع القوام كريمي وحلوة جدا. عندي العلبة دي كده لقيتها، جبت هجيب كيس تلاجة وافتحه كده بالمقص وافرشه كده في العلبة، بحيث ان انا لما احطها في الفريزر واقطعها يديني شكل قالب السمنة. حطيها بقى انت في اي حاجة عندك كده. هبتدي بقى ان انا اوزع كده الزبدة بتاعتي. عايزه اقول لك اني عسل. انا جبت رغيف فينو سخن كده وحطيت فيه معلقه كده وهي سايحه قبل ما ادخلها الفريزر على معلقه عسل ابيض، وكانت عسل يا جماعه. والله العظيم ريحتها قلبة الدنيا عندي، طعمها جميل جدا. القوام هنشوفه دلوقتي مع بعض بعد ما تطلع من الفريزر. بجد بجد لازم تجربيها لانها هتعجبك. وعايزه اقول لك ان اليومين دول السوشيال ميديا كلها عامله الزبده بنفس الطريقه. عشان كده انا قلت لازم اقوم دلوقتي اعملها واجربها واشوف التجربه هتنجح معايا ولا لا. وطبعا هقول لك بما يرضي الله، والله العظيم ثلاثة تستحق بجد ان انت تقومي دلوقتي حالا تعمليها. انا حطيتها في الفريزر ساعة واحدة، ممكن تسيبيها ساعتين ثلاثة تنشف معاكي اكتر. بس انا طبعا كنت مستعجلة عايزة انزل الفيديو النهاردة. طلعتها كده من الفريزر، طعمها في منتهى الجمال. عايزه اقول لك ان انا قليت بيها بيض بالبسطرمه، طعمها حلو جدا. والله العظيم يا جماعه عطش على السمنه الفلاحي. طعمها، لونها، قوامها. طبعا ايه، من غير ما اتكلم انتوا شايفين. عايزه اقطع حته كده واوريها لكم. بصي الجمال، بصي الطعامه، بصي اللذاذه. والنبي قشطه. والله يا جماعه جميله وخطيره خطيره خطيره. بجد لازم تجربيها. الزيت متواجد عندك، اللبن عندك، يعني سهلة قوي. بجد سهلة. عايزة بقى تعملي تاني، يعني أنا عايزة أعمل تاني قالب فرن كده أو قالب سمنة نيوزيلندي أو عايزة أعمل قالب زبدة أيا كان. هاخد كوباية من السمنة دي وهحط عليها كوباية زيت وكوباية حليب وأعمل تاني، يعني أنت كده مش هتشتري خالص. تمام تمام. طريقة سهلة بسيطة. بحبكم جدا في الله، أحلى أخوات في الدنيا، لكم نعمة في حياتي. اوعوا بقى تكونوا ناسيني في الدعوات واللايكات. لايك لايك، حطي اللايك. بصي بقى الزبدة، زبدة زبدة. والله يا جماعة لوز اللوز. في الحلويات بقى، في الخضار. يلا. لا إله إلا الله، وفي حفظ الله.